سوف أصطحبكم في جولة في جزء من شارع يوسف عباس، وذلك لغلق الشارع لعمل محطة المونوريل الذي ينتهي بالعاصمة الإدارية. وإحنا دلوقتي حاليا في جزء من شارع يوسف عباس، وزي ما انتم شايفين على يميننا مساكن مدينة التوفيق، وعلى شمالنا المبنى الإداري ده من داخل استاد القاهرة. وزي ما انتم حضراتكم شايفين الأعمدة اهي بتاعت نهاية محطة المونوريل اللي هو بينتهي في العاصمة الإدارية ويبدأ من شارع يوسف عباس. واحنا دلوقتي ماشيين في جولتنا، هيقابلنا على يميننا الشارع احمد فؤاد نسيم. وشارع احمد فؤاد نسيم ده بيدخل لشارع مصطفى ابو زهرة وشارع عثمان عبد الحفيظ وخلف مساكن التوفيق. وقدامنا على بعد دلوقتي دقائق او امتار هنلاقي شارع احمد فؤاد نسيم. وشارع احمد فؤاد نسيم يوجد به البنك الاهلي وشركة اي جي باص للسياحة. ها هو شارع احمد فؤاد نسيم، يمكن نوري لكم حضراتكم دلوقتي بالكاميرا الشارع على اساس يبقى واضح لحضراتكم. وادي زي ما قلت لحضراتكم اهي ادي الشركة، وادي الشارع اهو فعلا اهو على نصيته البنك الاهلي اهو تحت اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين. ده شارع احمد فؤاد نسيم وشركة ايجي باص للسياحة. ثم بعد كده هيقابلنا على يميننا برضو شارع عثمان عبد الحفيظ. وشارع عثمان عبد الحفيظ على يمينه هتبقى شركة ايجي باص اللي احنا شايفينها حاليا دلوقتي. وعلى بعد امتار اهو الشارع يمكن يكاد يكون ظاهر لحضراتكم شارع عثمان عبد الحفيظ. ان شاء الله دلوقتي اول ما نيجي عند الشارع اوري لحضراتكم بالكاميرا الشارع اهو حضراتكم اهو دلوقتي ادي المدخل بتاعه. ده شارع عثمان عبد الحفيظ اهو شايفين زي ما حضراتكم. وعلى شماله وزارة القوى العاملة، ودي طبعا من اشهر الحاجات اللي موجودة في شارع يوسف عباس القوى العاملة. وعلى شمالنا دي منشآت الاستاد. ما زلنا حضراتكم ماشيين دلوقتي في جولتنا في شارع يوسف عباس. وزي ما قلت لحضراتكم ادي القوى العاملة على يميننا اهيت، يمكن الكاميرا اهي جابتها كويس، جابت المبنى القوى العاملة. ولكن هو حاليا دلوقتي ما فيهوش موظفين لان معظمهم دلوقتي راح العاصمة الإدارية الجديدة. واحنا هنفضل ماشيين في جولتنا حتى يقابلنا شارع مصطفى ابو زهرة. وشارع مصطفى ابو زهرة ده برضو واصل لغاية شارع الطيران، يعني جاي من يوسف عباس رايح لغاية شارع الطيران. ويبقى على يمين الشارع القوى العاملة، وعلى شماله هيبقى الجهاز المركزي للمحاسبات. ودلوقتي يمكن اول ما نيجي عند اول الشارع ان شاء الله يمكن القي لكم نظرة بالكاميرا على شارع مصطفى ابو زهرة. او زي ما انتم حضراتكم شايفين العربية اللي ماشية قصادنا دلوقتي دخلت اهي يمين. ده شارع مصطفى ابو زهرة، ويعتبر من اشهر الشوارع في مدينة نصر لانه بيتميز بوجود الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط. ودلوقتي انا هوري لكم بالكاميرا اهوت مدخل الشارع، او زي ما انتم حضراتكم شايفين اهوت ادي مدخل الشارع بينتهي فيه شارع الطيران. وقلنا من اشهره الجهاز المركزي للمحاسبات اللي هو يعتبر دلوقتي هيبقى على يميننا. وعلى شمالنا زي ما حضراتكم بقى عارفين وقلت سابقا
المنشآت اللي على الشمال كلها دي كلها تبع الاستاد، هيئة الاستاد. ومنها إن شاء الله زي ما انتم شايفين دلوقتي الجامع اللي هو على الناصية ده اسمه جامع المصطفى. وادي الجهاز المركزي للمحاسبات اهو، ان شاء الله دلوقتي الكاميرا تجيبه لكم ونلقي نظرة عليه اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين. ادي الكاميرا اهي وضحته، وادي اليافطة بتقول يمين لو دخلت اخش المطار ومصر الجديدة، ولو شمال انا هرجع اعمل يوتيرن وارجع تاني لشارع مصطفى اللي هي شارع يوسف عباس اسف. وزي ما انتم حضراتكم شايفين دلوقتي اهو ادي الجهاز المركزي وادي البادج بتاعه ظهر قدام حضراتنا. وقدام حضراتكم التقاطع اللي هي ده شارع صلاح سالم، والمساكن اللي هي في الوش دي عمارات العبور ومشهورة جدا في هذا الشارع. أرجو أن أكون قد وفيت في شرحي للجزء البسيط دوت من هذا الشارع. وإن شاء الله لما محطة المونوريل المحطة النهائية تنتهي نبقى إن شاء الله نعمل جولة في شارع يوسف عباس من أوله لآخره، مرورا بشارع خضر الطوني ولغاية تقاطع الأوتوستراد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالاشتراك والدعم. شكرا لحضراتكم.